معانا المطرب العراقي سفيان بعد ما أبهرنا بصوته الجميل في حفل تكريم الموسيقار مجدي الحسيني. زي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كنا عاوزين نعرف إحساسك النهاردة وانت بتغني جنب الموسيقار العظيم. بالحقيقة احساس لا يوصف. شكرناه جدا وراح نظل نشكره على كل ما قدمه سابقا، وان شاء الله راح يقدمه للمستقبل باذن الله. يا رب. كنا عاوزين نعرف انت عرفت موهبة الغنى امتى ومين عرفها لك؟ بالحقيقة أول من اكتشف عندي الموهبة كان والدي الله يرحمه، هو اللي شجعني على أن أستمر وأغني. عرفني على المقامات، على الأنغام، على كل شيء. كان عمري 6 سنوات. واو. مين دعاك لحفل النهارده وان انت تيجي وتغني جنب الموسيقار العظيم؟ بالحقيقة تمت دعوتي من قبل الأستاذ حاتم منير. اتصل بي وطلب مشاركتي لتكريم الأستاذ الفنان مجدي الحسيني، وبالتأكيد ما كان لي غير أن ألبي المشاركة وأقول له طبعا بالتأكيد أنا حاضر. وهاي إحنا اليوم تقريبا هسه الحفلة خلصت، ونتمنى إن شاء الله تكون لاقت صدى ونجاح كبير عند الناس إن شاء الله. يا رب. وكنت بس عاوزة أطلب من حضرتك كلمة صغيرة لقناة أمريكا اليوم. إحنا كنا بنحاول نوصل الجالية العربية ببعض. بالحقيقة احنا بأمريكا محتاجين إلى قنوات عربية أكثر، قنوات عربية حقيقية تكون تدعم حركة الفكر اللي هسه دا يصير، الفن اللي هسه دا يكون موجود هنا بالشارع. غالبية القنوات تتحدث عن أخبار وتتحدث عن أمور ممكن نقلها internationally، بس احنا محتاجين أحد يكون local موجود يستوعب اللي دا يصير داير مدايره. وبالتأكيد أنا أحب أشكر كل القائمين على قناتكم، وإن شاء الله كل الموفقية والنجاح بالمستقبل بإذن الله. متشكرة حضرتك. Thank you.